السلام عليكم. دعني أشرح لكم طريقة تغيير الرقم في حساب الراجحي. طبعا تغيير الرقم ما نستطيع تغييره من داخل التطبيق، ولا نستطيع تغييره من داخل جهاز السحب. لازم جهاز الخدمة الذاتية. هنا كما تشاهدون إذا ذهبنا لجهاز الخدمة الذاتية نستطيع أما إذا دخلنا رقم البطاقة ولا ندخل رقم الحساب. إذا ما عندنا البطاقة من غير البطاقة. هنا كما تشاهدون إذا دخلنا الخدمة الذاتية نختار اللغة العربية. بعد ما نختار اللغة العربية هنا بيجينا تحديث معلومات العميل، ندخل عليها. بعد ما يجينا تحديث معلومات العميل، هنا عندي تحديث وتفعيل رقم الجوال، اضغط هذه الخيار الاول. بعدين هنا كما تشاهدون هذه الاتفاقية، اعمل لها هنا استمرار. بعدين هنا كما تشاهدون بيطلب مني رقم الحساب، عندي اذا كان رقم الحساب 21 رقم ولا 15 رقم. طبعا لازم اركز واختار اذا كان موجود عندي الرقم اللي هو 15 رقم ولا 21 رقم. بعدين الرقم يجي في الوسط، هنا الارقام مكتوبة، لازم اكتب الرقم اللي قدام والرقم اللي في الاخير. بعد ما اكتبها اعمل هنا تأكيد. بعد التأكيد انتظر الآن لكي يبحث عن الحساب. خلاص الآن كذا كما تشاهدون الحساب دخل الحساب قبل الحساب. هنا بدخل رقم الهوية. بعد ما ادخل رقم الهوية اعمل استمرار. بعد الاستمرار انتظر. هنا كما تشاهدون جري الانتظار جهاز الخدمة الذاتية. هنا كما تشاهدون بيسألني أسئلة لازم أجاوبها كذا. الخيار الأول نعم، الخيار الثاني لا، الخيار الثالث إذا كان الرقم عندنا بنفس الهوية نعمل له نعم، وإذا كان بغير الهوية نعمل له لا عادي. وهنا الخيار الأخير لا نعم، وبعدين استمرار. بعدين هنا عندي الخيار هذا اللي هو التبصيم. التبصيم لازم نركز لأنه أحيانا التبصيم الجهاز بيعلق، الجهاز ما يستجيب أو الجهاز فيه مشكلة. مش من الأصبع ما فيه أي مشكلة. إذا الأصبع نظيفة وما فيه أي حاجة، الجهاز أحيانا يكون معلق ولا النظام فيه معلق، بنروح نجرب جهاز ثاني ولا بنجرب في وقت ثاني. طبعا أنا هذا الجهاز الثاني جربته، الجهاز الأول جربته اليوم الأول واليوم الثاني ما قبل، لكن لما رحت الجهاز الثاني على طول بأول محاولة. هنا كمان تشاهدون لما عملت المحاولة الأولى على طول قبل مني، ما في أي مشكلة. بعد ما قبل البصمة خلاص اشتغل عندي هنا وتم التحقق. بس احط الرقم الجوال هنا كما تشاهدون هنا، بعدين اعمل استمرار. بعدين كما تشاهدون تجيني رسالة تحقق على نفس الرقم هذا. ادخل الرمز هنا واعمل التالي. خلاص تم تنفيذ العملية بنجاح. تم تحديث رقم جوالك. خلاص الآن حاليا استطيع استخدام الرقم الجديد، سواء كان الرقم بنفسه برقم الهوية او من غير رقم الهوية، كل الجهاز يقبله هنا.